انا عارف انك مشتت جدا ومش عارف تعمل ايه، وحاسس ان الموضوع كبير قوي ومشتت وعندك اسئله كتيره جدا. انا جاي اقول لك ما تخافش، اطمنك، انا كنت زيك كده بالظبط ومريت بتجربه طويله جدا خلتني اوصل من الزيرو وما اعرفش اي حاجه حرفيا ان انا اخد شهاده مستوى البيتس باي. والمفاجاه ان كان كل ده لوحدي من الاول للاخر من غير كورس لغه ولا حتى كورس تحضير الامتحان. وفي الفيديو ده وفي الفيديوهات الجايه هقول لك على كل النصايح والمصادر والاخطاء اللي انا مريت بيها وازاي تتجنبها علشان كمان توصل زيي وبمجهود ووقت اقل. محتاج منك بس ورقه وقلم وحاجه تشربها وتركز معايا باقي الفيديو. قبل بقى ما نبدا نتكلم واقول لك تذاكر مين وكده، في كام حاجه اساسيه كده محتاجين ندردش فيها سوا عشان تبقى داخل وانت فاهم اللعبه دي بتمشي ازاي. اول حاجه عايز اقول لك عليها ان يعني ايه اصلا تتعلم لغه جديده. اللي ما اتعلمش لغه قبل كده عقله متعود على انه عشان يتعلم الحاجة المعينة دي، سواء مثلا الحاجة دي كانت في الكلية أو في المدرسة، الحاجة دي بيكون ليها منهج محدد له أول وآخر. فإذا هو لو خلص المنهج ده فإذا هو اتعلم الحاجة دي. يعني مثلا واحد عايز ياخد كورس على النت مثلا، فهو الكورس ده بيتكون من كذا شابتر، فهو عارف مستواه. لو هو خلص مثلا الشباتر كلها فإذا دلوقتي هو اتعلم الحاجة دي. ولو هو ما خلصش المنهج بتاع الحاجة اللي بيتعلمها دي فإذا هو فعلا ما اتعلمهاش. كلام منطقي. اللغة بقى مش كده. اللغة يا جماعة مش منهج، ملهاش كتالوج اول من اخر علشان لما تخلصه يبقى انت كده اسمك خلصت اللغه. انت بتكتسب اللغه على اللونج تيرم شويه، يعني كل يوم بيعدي انت بس بتعرف حاجه بسيطه او بتأكد على المعلومة اللي عندك، ومهما كان مستواك برضه هتفضل لسه بتتعلم اللغة وتقوي نفسك فيها. فأول حاجة عايزك تعرفها ان انت داخل تتعلم حاجة مش منهج، انت بتتعلم حاجة لونج تيرم شوية. وبعدين هتفهم ليه انا قلت دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي ناس كتير قوي بتسألها، هو هل فعلا الألماني صعب؟ انا معاك ان في ناس كتير قوي شايفينه صعب بسبب القواعد بتاعته مقارنة بالعربي والانجليزي. انا فعلا اول ما بدأت اللغة واول ما بدأت ادرس كان في بعض القواعد اللي انا مش قادر افهم هي ليه بالمنظر ده او ليه اتكونت بالمنظر ده كده. كانت فعلا بالنسبه لي حاجه غريبه. ولكن انا مش مع فكره ان دي حاجه اسمها صعبه او سهله. انا مع فكره ان اي حاجه في الدنيا هتبقى سهله لو بذلت فيها مجهود مستمر. يعني لو كان في اللغه مجهود مبذول مستمر اذا الحاجه دي هتكون سهله. لو ما بذلتش فيها مجهود مستمر حتى ايا كانت هي الحاجه دي ايه، الحاجه دي هتكون صعبه. واحد مثلا عايز يتعلم جيتار، في الاول ما بيكونش عارف يجيب بايده على الاوتار بشكل معين وينتقل ما بين الاوتار بسهوله لان ايده تبقى تقيله. ده بالنسبه له الحاجه دي صعبه عشان هي في الاول. انما لو بدأ كل يوم يتعلم حاجة بسيطة أو يتمرن على الجيتار بحاجة بسيطة كل يوم مع الوقت، إذن الجيتار بالنسبة له هيبقى حاجة سهلة جدا. إذن الألماني مش صعب، الألماني هيكون سهل جدا لو أنت بذلت فيه مجهود مستمر مع الأيام. الحاجة الثالثة اللي أنا متأكد إن هي جت في دماغك، هو أنا هاخد وقت قد إيه عشان أتعلم اللغة؟ طبعا لو أنت فهمت أول نقطة، السؤال ده أصلا غلط. مفيش وقت معين لتعلم اللغة، لأن زي ما قلت لك تعلم اللغات مش منهج له وقت محدد يخلص فيه فاذا ان انا كده اتعلمت اللغه. لا، الموضوع متوقف على عوامل كتيره جدا، منها وقتك المتاح عشان تدرس اللغه دي، الروتين اللي بتشتغل عليه كل يوم، اللي هو بالمناسبه هعمل لك فيديو عليه تاني، ايه الروتين اللي تمشي عليه كل يوم عشان تتعود او تمارس اللغه بشكل سهل. كمان تركيزك، استيعابك، قدرتك على التواصل، كل دي عوامل كتيره قوي بتتحكم في ايه الوقت اللي انت المفروض تاخده عشان تتعلم اللغه. فريح نفسك وشيل حوار الوقت ده على جنب، طبق بس اللي هقوله لك سواء في الفيديو ده او في الفيديوهات الجايه، وصدقني والله هتقابل نتيجه كويسه جدا 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 مع الوقت. اخر حاجه اكلمك فيها قبل ما اقول لك بقى المصادر ايه، في ناس بتقول ابدا من البيت ولا اخد كورس. بص، هو انا مش ضد انك تاخد كورس، لا، في ناس ما بتعرفش تذاكر مع نفسها وبيكون الكورس بالنسبه لها خيار انسب يعني. ولكن مشكلتي مع الكورسات ان اغلب الكورسات للاسف بتدرس المناهج بطريقه تقليديه جدا. وانا جربت في البدايه بصراحه ان انا اخد كورس، بس لقيت الموضوع مش مناسب وما كانتش تجربه مناسبه خالص. وانا اعرف ناس خلصت لحد مستوى البيتس باي كمان وما بتعرفش تتكلم كلمتين او تفهم حد بيكلمها بالالماني نتيجه الاسلوب الغلط او الاخطاء اللي هنتكلم عليها بعد كده. فلو انت شخص بتحب السيلف ستادي زيي فانصحك طبعا بتجربه انك تتعلم من البيت، والروتين اللي هقوله لك هنا او في الفيديوهات الجايه صدقني هيغنيك عن الكورس تماما. تمام، انا فهمت كل ده. ابدا بقى اذاكر اللغه منين؟ بص، ببساطه خالص في مصدرين تذاكر منهم اللغه دي. اول مصدر هو الكتب والمناهج
الألمانية المعتمدة زي منشن وغيرهم. دي عبارة عن كتب بمستويات اللغة المختلفة بتتعلم من خلالها مهارات اللغة الأربعة اللي هم القراءة، الكتابة، الاستماع، التحدث. وطبعا المفردات والقواعد والكوميونيكاسيون او الكوميونيكيشن، العبارات اللي انت بتتعلمها مع كل مستوى. ازاي تطلب لو انت في مطعم، ازاي تطلب الاكل، لو انت في مستشفى ازاي تقول انا تعبان، وهكذا. العبارات دي طبعا مع اختلاف المستوى اللي انت بتكون فيه. ولكن قبل ما اقول لك تفاصيل فيها وتذاكرها منين وهي عبارة عن ايه اصلا، ما خدتش بالك من كلمة معينة لسه قايلها من شوية؟ اول مصدر هو الكتب والمناهج الألمانية المعتمد. بالظبط كده. ده بقى الغلط اللي انا مش عايزك تقع فيه زي ما اغلبنا وقع فيه، انه كان بيعتمد فقط على المصدر ده من اللغة، وبيكون اللي متعلم سواء لوحده او اللي في الكورس بيبقى بالنسبة له مذاكرة الكتب دي هي دي مذاكرة اللغة بالنسبة له. وده اكبر غلط. الكتب دي لا تمثل فقط الا 20% من تعلمك واكتسابك للغة، واغلبنا بيعتمد عليها وبيهمل الجوانب التانية اللي انا لسه هقول لك عليها. الكتب دي بس معمولة عشان تساعدك في التدرج مش اكتر. يبقى ده اول مصدر من اللغة وبيمثل 20% بس من مذاكرتك او من اهتمامك بيه. طيب تذاكرها منين بقى؟ طبعا دي كتب انت ممكن تشتريها او حاسب لك برضو لينك ممكن تحمله منها عادي. كل مستوى بيكون عباره عن 24 درس. انا بتكلم على منشن، انا درست من منشن. طبعا في انواع كتيره من الكتب دي، في ناس بتفضل منشن، في ناس لا بتفضل حاجه تانية. انا شايف ان هي مش فارقه قوي، لان زي ما قلت لك هي فقط 20% من اللغه، فمش هيفرق الكتاب ده من الكتاب ده. الحاجه التانية ال 80% التانيين هو ده اللي فعلا اللي بيفرق شخص من التاني في التعلم. فالمهم كل مستوى بيكون عباره عن 24 درس ومتقسم. يعني مثلا الاينز اللي هو او الاي 1 ده بيكون متقسم لحاجتين، كتاب فيه 12 درس وكتاب فيه 12 درس، يعني كلهم على بعض 24. وبيكون في كتاب اللي هو اللي بتدرس منه، وفي كتاب اللي هو الابايتس بوك اللي هو كتاب التدريبات يعني. طيب ايه محتويات بقى الدرس الواحد في اي مستوى ايا كان هو ايه؟ كل مستوى بيحاول يعلمك في الاخر 3 حاجات. في شويه كلمات او مفردات، جرامر نسبه او حاجه بسيطه مثلا عايز اعلمها لك من الجرامر، وحاجه اسمها الكوميونيكاسيون او العبارات التواصل اللي انت محتاجها. بيعلمك ده بقى في سياق، سواء مثلا حاجه انت بتقراها وبعدين تحل عليها، او حاجه بتسمعها وبعدين اللي بتسمعه ده بيقول الكلمات اللي انت بتاخدها في الدرس ده، او بيقولها بالقواعد اللي انت بتاخدها في الدرس ده، عشان ما يعلمكش الحاجه اللي هو صم كده، لا بيبقى مدخلها لك في سواء ليزن اللي هو حاجه قراءه او هيرن حاجه تسمعها. وفي اخر كل درس بيقول لك ايه اللي انت المفروض تكون اتعلمته بعد نهايه الدرس ده. وطبعا في الابايتس بوك اللي هو كتاب التدريبات بيكون مطالب منك ان انت تحل على الكلام ده. بس نصيحه، لو انت فوتت ايه في كتاب التدريبات ما تفوتش التست اللي بيكون في نهايه كل درس، لان هو بيبقى فيه اسئله خاصه مثلا بالكلمات، سؤال عليها، سؤال الجرامر، سؤال الكوميونيكاسيون. فانصحك ان انت ما تفوتش التست بتاع كل درس. فلو انت بتروح كورس فالمفروض المدرس هو اللي بيعمل لك الحاجات دي، بيشرح لك القواعد، بيشرح لك الكلمات، بيترجمها لك، بيحاول لو انت مش فاهم حاجه يجاوبك وهكذا. بس انا شايف ان طالما دي الموضوع ده هو 20% بس من اللغة، وفي ناس على اليوتيوب بتقدر تعمل ده وبشكل كويس كمان، ليه انا اروح اخد كورس بمواعيد معينة بفلوس، مع ان انا ممكن اعمل ده في البيت، هوفر فلوس وهوفر وقت، وكمان هكون مرن اكتر في اختيار مواعيد اللي تناسبني. من اكتر الناس بقى اللي عجبتني بتشرح من كتاب منشن فغاو اسمها آية أمين. آية أمين عندها قناة على اليوتيوب بتشرح من اول الاينز لحد البي اينز، اول 3 مستويات في اللغة. اللي عجبني فيها ان هي ذكية جدا في تناول المحتويات الكتاب. بتحس ان انت مش بتحس ان انت في البيت، لا بتحس ان انت في مدرس وعمال يجيب لك الدرس ده مثلا الحته دي من هنا يدخلها لك مع الحته دي. هي شاطره قوي وذكيه في انها توصل لك الدرس كله. وحاجه مهمه جدا جدا برضو عايزه اقول لك عليها، ان هي نطقها حلو جدا، ودي حاجه مهمه. انا في الاول كنت بدات مع مستر شحاته. مستر شحاته قوي جدا في الجرامر، هو ما بيشرحش من كتابه، هو بيشرح بس ايه القواعد بتاعت كل مستوى وخلاص. ولكن اللي ما عجبنيش فيه كان نطقه، ما عجبنيش قوي، وكنت شايف ان انا بدات نطقي ما يبقاش احسن حاجه مقارنه باللي انا بسمعه. فهو آية هي بصراحه شاطره جدا في انها تشرح لك الكتاب، وكمان نطقها كويس جدا، فانا انصح بيها بصراحه. انا مشيت معاها كانت كويسه جدا. حاجه مهمه تانية قبل بس ما تبدا في الكتب دي للاسف ان هي بتبدا على طول في تعلمك اللغه من غير ما تقول لك مثلا هو نطق الحروف عامل ازاي، ايه الفرق بين نطق الحرف ده والحرف ده. ففي فيديو في اساسيات شويه ممكن تسمعه وتفهمه وتذاكره قبل ما تخش على الكتب دي. في فغاوه اسمها هند عبد الحميد هي عامله الفيديو ده. انا انصح ان انت تشوف الفيديو ده الاول، هسيبه لك برضه كل اللي انا قلت ده هسيبه لك في الديسكربشن تحت، اتفرج عليه الاول وتفهمه، وبعدين تبدا في منشن مع فغاوه آية. طبعا دي تفضيلات شخصيه، يعني لو انت مرتاح مع شرح حد معين اتس اوكي،
لو انت شايف ان انت الكورس بتاعك مناسب ليك برضو اتس اوكي. انا بس بقول لك تجربتي جايز تنفعك. طب حلو قوي، ده كان اول مصدر اللي هو ال 20% بتاع اللغه، وعرفنا ممكن نذاكره منين. ايه بقى ال 80% التانيين من اللغه واللي على اساسهم انت فعلا هتعرف تتكلم وتفهم اللغه دي في وقت قصير جدا؟ اللغة عبارة عن ايه؟ اللغة عبارة عن حد بيكلمك بيوصل لك افكار، فانت بتفهم الافكار دي وبتحاول تعبر عن الافكار اللي جواك في صورة كلمات. فببساطة خالص لو انت قدرت تسمع وتفهم وبعدين تعبر عن اللي جواك بكلام، اذا انت بتعرف اللغه دي. الكورس بيركز اكتر على الجرامر وانك تحفظ الكلمات وانك تحل مش عارف ايه، ده كويس، ولكن ما ينفعش اعتمد على ده. لازم اسمع كتير اللغه واتكلم كتير اللغه من اول يوم. انت كمبتدئ ممكن تسمع وتتكلم اللغة من أول يوم، ودي أهم نصيحة في الفيديو ده. إزاي بقى تسمع وتتكلم وتمارس اللغة من أول يوم وإنت لسه مبتدئ؟ أكيد لو سمعت حاجات هاخد وقت على ما أفهمها، وأكيد مش هعرف أعبر عن اللي جوايا بكلام مفهوم وأنا لسه معرفش حاجة عن اللغة دي. بص، السماع هنا مش مهمته إطلاقا إنك تفهم الكلام. السماع في البدايات لو انت لسه مبتدئ، السماع هنا بيكون بس فايدته انك تقول لدماغك بص هنا في لغة جديدة انا بحاول اتعلمها، واللي انت بتسمعه دلوقتي هو الكلمات او هي الكلمات بتاعته، فتعود على نطق الكلمات دي في دماغك. مش مطالب انك تفهمها خالص، انت هنا بس بتحاول توصل لعقلك ان هو يبقى متعود على الفلو، الكلمات بالنطق ده بالمستوى ده بالحروف دي. ولو فهمت منها 5% 10% اتس اوكي، انما مش ده الهدف الاساسي، عشان بس ما تحبطش وانت عمال تسمع ومش فاهم حاجة. لا، انت كده ماشي صح. عقلك لما بيسمع كتير بيتعود على اللغة دي كتير، فبيبقى سهل بعد كده انه يفهم اللغة عادي. وما تقلقش برضو، انا جايب لك مصدر تسمع منه لو انت مبتدئ يخليك تفهم اللغة ويخليك كمان الى حد ما تعرف شوية كلمات جديدة من مجرد السماع. في بودكاست على سبوتيفاي وعلى يوتيوب موجود برضو اسمه سلو جيرمان بودكاست، الواحد الماني نطقه كويس جدا وبيتكلم ببطء، بيسترس على كل كلمة، وفي الاخر خالص بيقولك معاني الكلمات بالانجليزي. والكلام ده بياخد حوالي الحلقة الواحدة بتبقى 5 ل 6 دقايق، فهو مش هيتعب دماغك في انك تسمع كتير، وفي نفس الوقت هيعود عقلك وودنك على النطق الصح. ده مناسب جدا 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 لمستويات الاينز والاتس فاي، بصراحه ممتاز. انا قعدت معاه فتره طويله ومن خلاله كانت النطق بتاعي والسماع بتاعي اتحسن جدا. وفي الفيديو الروتين برضو هقول لك طريقه للاستماع هايله هتحسن الاستماع عندك لحته تانية في وقت قصير. طيب ده بالنسبه للاستماع. بالنسبه للكلام انا برضو مش هعرف اتكلم لان انا لسه ما عنديش مفردات وما عنديش الجرامر والقواعد اللي تخليني ابني جمله بشكل صحيح. هتكلم ازاي؟ هتتكلم برضو في قناه على اليوتيوب اسمها دويتش ميت ميرا. هي برضو عندها قناه وبتدرس عليها اللغه برضو، ولكن احسن حاجه عجبتني في ميرا بصراحه هو كورس المحادثه اللي هي عاملاه. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. كورس المحادثه ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان هي مثلا بتجيب لك كلمه وبعدين بتخليك تقولها وبعدين تحطها هي في جمله وبعدين تخليك تقولها وبعدين تدخلها في جمله تانية وهكذا. فممكن تطلع انت من الفيديو الواحد عارف كلمتين من مجرد انها دخلتك في جمله وخلتك تعرف تقولهم معاها. حاجه بصراحه هتحسن عندك النطق وهتحسن عندك الفلو الكلمات بشكل ممتاز. يبقى دول مصدرين اللغة اللي انت تهتم بيهم بالنسب بتاعتهم. 80% رايح انك تسمع وتتكلم اللغة، و20% انك بتتعلم اللغة بشكل متدرج سواء في الكورس او مع نفسك من الكتاب اللي انت عايزه. دول مناسبين جدا لأول مستويين، الاينز والاتس فاي. وبعد كده لو انت حتى كمان بدأت في اللغة ومش لاقي نتيجة او مش حاسس انك بتتحسن، صدقني فيديو الروتين اللي هعمله لك هيبقى ممتاز جدا في تعلم مهارات اللغة الأربعة. طيب نيجي لآخر حاجة دلوقتي ألا وهي الأخطاء أو النصايح. حاجات أنا وقعت فيها شايف إن أنت ما تعملهاش، أو حاجات كنت أتمنى إن هي أفهمها عشان تسرع العملية معايا شوية. أول نصيحة عايز أنصحها لك إن الحالة النفسية بتاعتك بتفرق 100% في تعلمك. يعني لو أنت سمحت للإحباط يسيطر عليك صدقني مش هتتعلم وهتبقى محبط وهتبقى تقيلة قوي اللغة على عقلك. إنما لو فهمت إن في حاجات دايما هتبقى عارفها وفي حاجات
كتيره مش هتبقى عارفها. لو انت سستمت عقلك على ده هتبقى بتتعلم اللغه وانت دماغك رايقه. وافتكر ان الصعوبه مش في تعلم اللغه، الصعوبه انك تتعلم اللغه بس وانت دماغك رايقه. بديهيات والله. فما تسمحش لعقلك انه يحبطك تماما. لو لقيت ناس بتعرف تتكلم وانت لا، فده عادي. اوعى تقارن نفسك بحد بمستوى اعلى منك او حتى بدأ اللغه قبلك بشهر. كل ده طبيعي. انا برضو كنت كده في الاول، مش فاهم اي حاجه ومحبط ان انا اوصل لاي مستوى من دول، ولكن زي ما قلت لك مع المجهود المبذول المستمر الموضوع سهل. فروق دماغك كده واستمتع بالتعلم. تاني حاجة ومنطقية جدا، لازم طبعا تحدد دافع ليك انت بتتعلم اللغة ليه. اسأل نفسك انا ليه عايز اتعلم اللغة دي، لان الدافع ده هو اللي في وقت من الاوقات هيخليك تكمل. الحاجة التالتة، لو حضرتك مثالي انصحك انك ما تبدأش اللغة اصلا. روح اتعلم انك تتخلص من المثالية الاول وبعدين تعالى، لان اكيد وطبيعي انت هتلاقي حاجات ما انتش عارفها والموضوع هيبقى عليك صعب في الاول. فلا لازم تتقبل الفكره دي عشان تعرف تكمل في الموضوع. حاجه كمان عايز اقولها لك، انك حاول تعمل لنفسك روتين كل يوم وتركز عليه، ما تبصش على النتيجه النهائيه. يعني ما تقولش امتى انا هتعلم اللغه او هوصل للمستوى ده، لا، انت كل يوم بتقوم بتطبق بس الروتين اللي قدامك وملكش دعوه بالنتيجه. دي افضل نصيحه ممكن انصحك بيها. ركز على النظام اللي بتعمله كل يوم مش على الهدف البعيد. ده هينقذك من الاحباط وهيخليك تتعلم وانت دماغك رايقه، وده المهم. اخر حاجه عايز اقولها لك، حاول ما تتعلمش على قد ما تقدر بالعربي. يعني مثلا في الكتب اللي هتدرسها هتلاقي مثلا اي مفرد بيجيب لك فوقيه صوره، مش بيجيب لك الترجمه بتاعته هي ايه. عايز يقول لك هنا انك حاول تربط في عقلك الكلام بالالماني من غير ما تلجا لمعناه بالعربي، لان ده اللي بيوقع ناس في مشاكل كتيره بعد كده. ان هي عشان تتكلم اللغه لازم الاول تترجم الكلام اللي هي عارفاه بالعربي للالماني وبعدين تبدا تقوله بالقواعد السليمه، وده بياخد وقت طويل جدا. وده برضو اللي انا ناوي اعمل عنه فيديو، انك ازاي تسرع الكلام في دماغك من غير ما تترجم الاول من عربي لالماني. بس واحده من اهم عيوب الحركه دي انك بتتعلم كل حاجه بالعربي وبس كده. لحد هنا مبتدئ اللغه، صدقني انت معاك حصيله كويسه جدا تبدا بيها، ولو طبقت ده ان شاء الله هتلاقي نتيجه مبهره مع الوقت. ما تستعجلش على نفسك. وافتكر يا صديقي انك بتتعلم حاجه هي مش سهله قوي، انك تتعلم لغه كامله. فادي لنفسك وقت وادي لعقلك واسمح له انه يغلط وانه يبقى بطيء. الاستمراريه هي مفتاح النجاح في اللغه دي. اتمنى يكون الفيديو ده عجب حد. لو شايف انك استفدت منه ما تبخلش علينا باللايك وسبسكرايب. لو شايف ان في حد بيتعلم اللغه جديد ومحتاج انه يسمع اي نصايح، صدقني الفيديو ده هيفيده جدا، ما تبخلش عليه بيه. وزي ما قلت لك لو انت بتبدا ولسه مش ملاقي اي نتيجه، صدقني الفيديو الجاي هيفيدك جدا جدا جدا. اشوفك ان شاء الله على الفيديو الجاي. سلام.